كلنا بنعمل ذنوب، لكن الأسوأ من الذنوب هي الذنوب الجارية. يعني دي ذنوب انت ما عملتهاش بس هتتحاسب عليها. ذنوبك لوحدها قد تهلكك، فما بالك ان جعلتها جارية. طب الذنوب الجارية دي زي ايه؟ زي انك تنزل اغاني على صفحتك على الفيس او حالات الواتس فغيرك يسمعها ويشيرها وممكن يروح يحملها، او انك تنزل صور بنات او ممثلات سواء كانوا محجبات او لا فغيرك يشوفها ويتفتن بيها ويشيرها، او انك تدل حد على فيلم او مسلسل فيروح يشوفه، او انك تشير محتوى فاسد او حتى تتفاعل معاه فتكون شريك معاه في الفساد، او حتى لبسك الفاتن في الشارع اللي ممكن يخلي شاب ينتكس وانت والله ما تعرفي الكواليس عامله ازاي والذنوب اللي هتاخديها من غير ما تتخيليها، او انك تدل حد على معصيه. شلال ذنوب والله العظيم كل ما يعمل المعصيه دي. ومن الحاجات اللي هزتني حرفيا لما نشرت على جروب ان الناس تروح تعمل سبان لصفحه بنتها على الفيسبوك عشان توفت والصفحه مليانه ذنوب. خليني اسالك سؤال، انت مستعد دلوقتي تقابل ربنا في اللحظه دي؟ اظن انه جه قدام عينك دلوقتي شريط مليان ذنوب جاريه انت عملتها ولسه مش تبت منها. اسمع ربنا بيقول ايه، لا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم. يعني تلحق نفسك دلوقتي وتتوب وتجري تمسح كل حاجه على صفحتك لترضي الله وكل ما كان في ذنوب بسببك وتتوب منه. وافهم يا ابن الحلال ان من سن سنه سيئه في الاسلام فعليه وزرها ووزر كل واحد بيعملها. يعني اول واحد نزل اغنيه على حاله الواتس كل اللي بيعمل كده من بعده لو لسه مش تاب في ميزان سيئاته. سيبك من الشير واللايك وانك تكون جامد جموده، انت هنا مش عشان ده كله، انت هنا عشان تجهز تمن الجنه. الدنيا هي رحله مؤقته مهما طالت فليها نهايه، وكل يوم بيعدي بيقربك من النهايه اكتر. فجه الوقت اننا نبقى رجاله بجد ونقف مع نفسنا ونحاسب نفسنا قبل ما نحاسب على فاتوره حياتنا. وطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه. سلام.